السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم سوسو العربي، والنهارده هنقدم مع بعض روتين غدانا، وهيكون رز وسمك. وهنشوف الطريقة بتاعتنا. علشان تشوف الطريقة يا ريت نكمل الفيديو للآخر. بس قبل ما ندخل على الفيديو مننساش نعمل اللايك والسبسكرايب والشير ونفعل الجرس على الكل لو عجبكم الفيديو. وعايزة اشكر الداعمين عندي على القناة، شكرا جزيلا لتواجدكم معايا دايما. وتعالوا بينا بقى نشوف احنا عملنا ايه، وشكل السمك واحنا شاريينه طازة عامل ازاي. بوريلكم شكله اهو. السمكية طازة جدا وكان طعمها خطير بجد. شايفين لونها اخضر وجميل، ولحمها ما شاء الله، وعينيها كمان سمرة، ما كانتش لسه ظهر فيها اللي هو البياض بتاع الناس السمكة دي. بوريلكم الجزء بتاع المقص ده. هنستخدم المقص، بس مش هنجيب سكينة بقى ونتعب نفسنا بمقص وسكينة. المقص ده فيه جزء كده بيشيل القشرة. بوريلكم بس السمكة كده بنضفها ازاي. تمام. وهكمل التنظيف بتاعي على الحوض طبعا. بس اهو علشان برضو البنات المبتدئات يقدروا يعرفوا ازاي احنا بننضف السمك بتاعنا. واهو بالمقص انا بشيل بالجزء اللي هو مدبب كده. تمام. سهل جدا وبسيطة ومبتاخدش اي وقت مني، بدل ما نروح نعمله عند بتاع السمك ياخد لنا 20 جنيه في الكيلو تنظيف ولا حاجة. لا يعني عمليه في البيت بمنتهى السهولة. كمل التنظيف بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه. ورجعنا بسرعة، شايفين منضفاه وشرحته كده بعد ما غسلته كويس ونقعته في شوية مية وليمون. معايا هنا راس توم متوسطة، ومعايا كمون، ومعايا بابريكا، وهي دي الحاجات اللي انا بحطها بس. وملح. تمام. تمام. هنحط بقى شويات كده، حوالي معلقة من الكمون. السمك بيحب الكمون جدا يا جماعة. تمام. وبرضو معلقة صغيرة كده من البابريكا. وهنحط بقى ايه كمية ملح محترمة كده، حوالي معلقتين كبار مليانين هرمية. تمام. عشان السمك بيحب الملح الكتير، ويحب الكمون الكتير، ويحب التوم الكتير. هتاكلي بقى ايه سمك مقلي زي المطاعم السواحلية كلها، سواء دمياط، اسكندرية، ايا كان. هي دي طريقة السمك. اي افتكاسة تانية لا. يعني انك تحطي فلفل، تحطي مش عارفة خضرة، كلام من ده. هو ده السمك اللي بنجيبه من المطاعم، والتتبيلة رائعة. ودايما انا بعتمد التتبيلة دي. لو جربتوها انا متأكدة انها تعجبكم جدا جدا جدا. تمام. وازاي تشتروا السمك؟ اشتري السمكة اللي ظهرها كده ايه مليان شوية، وما فيش فيها اي انها تبقى دايبة كده. عارفين انتوا السمكة البايتة؟ نقي السمك بايديكي هيطلع معاكي زي ما انا مطلعاه كده. بس هسيبها في التتبيلة كده نص ساعة على ما اعمل الرز بتاعي. عندي ايه حلة حطيت فيها نسبة كده من الزيت، حوالي 4 معالق. ودول بصلتين كبار من بصلتين حجم كبير، يعني مقطعهم بالشكل ده. تمام. وهسيبهم بقى ياخدوا اللون بتاعهم الحلو. وحطيت ما جاتش اللقطة بتاعت ان انا حطيت فلفل وكمون، حطيتهم من غير ما اشغل الكاميرا. وحطيت شوية كده من السكر يعدل الطعم. انت عارفين البصل بيعمل حموضة، فالسكر بيعدل الطعم بتاع الحموضة برضو يعني. عايزة اوصله لدرجة لون كده، ولا هو محروق ولا هو فاتح. تمام. هوريهولكوا اصلا لغاية ما يعني بفضل اقلب فيه كده. لما ببتدي يحمر بفضل اقلب فيه، ما بسيبوش لحد ما ايه واحدة كده يتحرق والتانية لا، لازم تقلبيه لحد ما يوصل للدرجة دي. هبتدي بقى احط المية بتاعتي. انا استخدمت النهاردة يعني كيلو من الرز طبخته. حطيت معاه لتر من المية، وحطيت معلقة ايه من الملح، معلقة كبيرة من الملح. تمام. وخليته يغلي غلوة كده لغاية ما نزل اللون بتاعه. وبعد كده بنزل بالرز بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يكون مغسول كويس جدا ومنشفاه، يعني مفضيه من عليه المية. تمام. وهسيبه بقى ايه اول ما يبتدي يغلي كده هنقلبه ايه تقليبه مع بعض. هتشوفوه دلوقتي اهو بدأ يغلي من الجناب وكده. بديله تقليبة وهدي النار بقى من عليه. تمام. وهسيبه يستوي بقى مع نفسه. ياخد له حوالي ايه نص ساعة كده، من تلت ساعة لنص ساعة هيستوي معاكي. معايا هنا 5 معالق من الدقيق، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الفلفل. وبهارات فراخ لو عندك لحمة سوري.
لو عندك بهارات سمك يا ريت يبقى كويس، ولو عندك توم باودر ماشي، ما كانش انا عندي توم باودر ولا بصل باودر. وحطيت شويه من الملح قلبتهم وغلفت بيه السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونفضته كويس جدا عند الطاسه بتاعتي على النار، وحاطه فيها زيت نسبه معقوله كده، وبنزل بقى ايه بالسمك بتاعي. وهتشوفوا لونه دلوقتي بعد ما يحمر هيبقى شكله جميل قوي، لون ذهبي جميل كده، لون السمك الجميل اللي بنشتريه من بره. اتبع الخطوات دي، انا متأكدة يطلع معاكي السمك حلو قوي ورز جميل جدا جدا، وهتتبسطي بيه انتي واولادك، ولو كنت عروسة جديدة هتعملي احلى سمك لجوزك هيتبسط معاكي قوي. وبس كده، ايه رأيكم؟ كده ايه، شايفين لون السمك يجنن يجنن. هكمل بقى ايه بقية القلية، بقية الكمية اللي عندي على ما الرز بتاعي يكون استوى، يبقى انا كده خلصت وصفة النهاردة. ايه رأيكم؟ عايزة بقى رأيكم في الكومنتات تحت، تقولوا لي ايه رأيكم، تقولوا لي محتاجين اعمل لكم ايه تاني. لو عجبكم الفيديو بقى طبعا ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب والشير وتفعلوا لنا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من عندي انا سوس العربي. ودي كانت وجبة النهارده، اتفضلوا معانا الغدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا عملنا جنبها سلطة خضراء. تمام كده تمام كده كده هي خلصت. واقول لكم كالعادة، كنت معاكم انا سوسو العربي. اشوف وشكم بخير، وباي باي.